ده احنا بينا مصانع الحداد. مبدئيا كده المثل ده غلط، ما اسمهاش بينا مصانع الحداد، اسمها بينا ما صنع الحداد. يا ترى ايه حكاية المثل الغريب ده؟ المثل ده بيطلق على اي شخصين بينهم خلاف حاد او ضغينة او مشاكل كتير قوي. ويجي السؤال هنا بقى، ايه هو اللي صنعه الحداد والناس استخدموه عشان يعبر على الخلاف الكبير والكره والضغينة والمشاكل اللي بينهم وبين بعض؟ يقال انه السيف اللي صنعه الحداد، عشان الحداد بيصنع السيوف. عشان كده قالوا في المشاحنات والخلافات بيني وبينه ما صنع الحداد، يعني بيني وبينه الخلافات وصلت لحد السيف او لحد التقاتل بالسيف. في رواية بقى تانية بتقول ايه، ان كان في واحد على خلاف مستمر مع زوجته والخناق بينهم ما بيوقفش ابدا، فكانت الست دي بتقدر حياته ومسوداها كلها لغاية ما الراجل زهق في الاخر وقال لها بيني وبينك ما صنع الحداد. مراته استغربت قوي، ايه الكلمة الغريبة دي، وايه يا ترى اللي صنعه الحداد عشان يبقى بيني وبينه؟ بعديها جوزها غاب ايام كتير ورجع معاه حتة حديدة صنعها ليه الحداد، وأمر ابنه إنه يخبط عليها جامد يعني، وقال إنه هيفضل يبعد كل ما يسمع صوت الخبط ده، وهيقف أول ما الصوت ده يختفي، وعليه هيكون بينه وبين مراته المسافة البعيدة دي اللي هتفضل دايما. عشان كده أصبحت صوت حتة الحديد دي اللي صنعها الحداد جت كلمة بيني وبينك ما صنع الحداد، اللي بيستخدموها الناس لغاية دلوقتي لما يكون بينه وبين شخص خلاف وضغينة وكره ومشاكل. استنوني بقى عشان هقول لكم قصة امسك الخشب.